مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم من قلب العش. النهاردة هنفيدكم بفيديو جميل، يا رب اكون عند حسن ظنكم وتستفيدوا من الفيديو. تعالوا نتابع في الفيديو ده، هنتكلم عن فأس الزغاليل. النهاردة معانا فيديو مهم جدا لأي حد بيربي حمام وعايز يربي صح من أول يوم. تفتكر ينفع أأكل الزغاليل وهي لسه طالعة من البيضة؟ طب هل في أكل معين لازم أبدأ بيه؟ هل في خطر على الزغاليل لو أكلتها بدري؟ كل ده النهاردة، الأسئلة دي هحاول بإذن الله أجاوبكم عليها. في الفيديو ده هقولك على أفضل طريقة لتأكيل الزغاليل من عمر يوم أو يومين. لو انت مهتم بتربية الحمام أو لسه بتبدأ، الفيديو ده هيكون كنز بالنسبة لك. اضغط لايك وخلينا نبدأ مع بعض من أول يوم في حياة الزغاليل، من أول لحظة الزغلول بيخرج فيها من البيضة. بيكون ضعيف صغير ومش عارف ياكل بنفسه، وقتها بتبدأ رحلتنا. ده كده تاني يوم للزغاليل، بس احنا كده معانا ضيف تالت معاهم. احنا دول كده محضرينهم تحت قص. بس هما يعني بيأكلهم، بس احنا برضو لازم نساعد الزغاليل دي. أهم يومين في حياة الزغلول هما أول يوم والتاني. لو عديتهم صح الزغلول هيكبر معاك، لكن لو غلطت فيهم الزغلول ممكن يموت وانت مش واخد بالك. انا جربت طرق كتير وفي طريقة واحدة بس اللي نجحت معايا. تابع معايا خطوة بخطوة وركز في كل تفصيل. اول حاجة لازم نعرفها، معدة الزغلول في اول يومين بتكون ضعيفة جدا، يعني اي حاجة غلط ممكن تعمل كارثة. انا في الفيديو ده هوريكم ازاي بنأكل الزغاليل، وهنعرف بالظبط النسبة بتاعتهم ازاي اللي احنا بنأكلها بيها. تابعوا معايا الفيديو، هنوريكم واحنا بنأكل الزغاليل. بس اهم من كل ده، بعد ما تأكل الزغلول لازم تتابع تنفسه وحركته. لو لقيته نايم ومرتاح كده تمام، لكن لو بدأ يهنج او مش قادر يبلع يبقى فيه مشكلة وهنحلها. يا ترى بقى هنأكل الزغاليل دي ايه؟ طبعا معانا فلاجيل. الفلاجيل طبعا مهم جدا في اول حياة الزغاليل. طبعا لازم تحط في مسقة المية سنتي او سنتي ونص مع مسقة المية. دي السرنجة هنشتغل بيها، ودي الغطا ده بتاع علبة دواء. ده كنت جايب علبة دواء كنت شايله عندي. وده بقى، ده المفاجأة، ده سيريلاك. ده بيتباع في اي صيدلية او عند اي مثلا عطار، بتلاقيه عنده كيس غالبا ب5 جنيه او 6 جنيه. طبعا احنا كنا فاتحينه قبل كده. طبعا لازم يتغطى كويس بعد ما نستعمله. احنا ممكن هنحط هنا معلقة في الغطا اللي هو الغطا الدواء ده، معلقة وربع مثلا شوية. وبعد كده طبعا احنا محضرين مسقة مية. المية دي لسه طبعا ملينا حالا، نضيفة جدا. هنسحب بالسرنجة بتاع 15 سنتي مية على الغطا اللي هو بتاع الدواء ده اللي فيه السيريلاك، وهنقلبه طبعا كويس. طبعا في ناس، طبعا يعني انا التجربة دي عملتها اكتر من 3 4 5 مرات. في طبعا ناس مش بترشح السيريلاك لانه ممكن يعمل عسر هضم للزغلول لان معدته بتكون ضعيفة جدا. بس انا جربتها كذا مرة، فطالما جربتها كذا مرة فانا همشي عليها، لكن في ناس مش بترجحها نهائي. انا هنا جبت المية في السرنجة، عملت اول مرة 10 سنتي، وبعد كده هحط كمان 5 سنتي. طبعا هم جعانين لاني اتأخرت عليهم النهاردة في الاكل، ولازم طبعا ياكلوا في اليوم المفروض طقتين او 3 طقات، يعني على حسب بس يعني معدة الزغلول. بس هو المفروض يعني ما بين الاتنين ل3 وجبات كده في اليوم.
لان دول 3 زغاليل، فالقص الحضان بيبقى ضعيف شوية مع ال3 زغاليل، غير بقى لو القص ده من عندك من بدري وانت واثق فيه اللي هو هيأكل ال3 زي بعض. احنا هنا المفروض نحط على مسقة المية سنتي سنتي ونص، بس احنا هنحط بالظبط هنحط نقطة فلاجيل. هنسحب بسترنجة نحط نقطة او نقطتين فلاجيل على الاكل، لان الفلاجيل زي ما احنا قلنا مفيد جدا ليهم علشان ما يتعبوش بسرعة. ولازم برضو في السن ده لازم نهتم بالتحديق في الطاجن، ونهتم بالاخراج بتاعهم، لازم نشوفه كل يوم علشان لو عندهم لا قدر الله اي حاجة نعرف نعالجها بسرعة. ندي للاهالي طبعا لازم فيتامينات وفلاجيل، دي طبعا حاجة طبعا اساسية. طبعا لازم نقلبهم كتير عشان خاطر ما يكونش حاجة مترصبة من تحت من بقية السيريلاك. وطبعا في الاول بنعمل كمية صغيرة علشان نأكلها كلها للزغاليل، مفيش حاجة تترمي وتفيد مننا. طبعا مش هينفع نأخر الوجبة التانية ونديها لهم تاني، لا لازم نخلص على طول من الحاجة اللي بتتعمل. هنا طبعا لازم اسحب بالسرنجة كتير واتأكد ان الحاجة دي كلها دابت، كلها كده عملت قوام زي لبن حويصلة الأم. طبعا التأكيل اليدوي ده ليه متعة خاصة عند المربيين، وخصوصا كمان لو انت اتعودت عليه مش هتعرف تبطله، لانك كل شوية هتمسك اي زغلول وهتأكله من عندك. وخصوصا كمان لو الاهل اللبا بتاعهم ضعيف فانت بتساعدهم وبتفرح كمان اللي انت كل يوم بتأكل حاجة بتاعتك. طبعا اهم من كل ده لازم ندخل السرنجة من الجنب مش في النص، ولازم نديله الاكل بالراحة واحدة واحدة، لان المعدة بتاعتهم بتكون ضعيفة. ممكن برضو نتابع بطنه، لو انتفخت جامد وقف الاكل فورا لان معدتهم بتكون رقيقة جدا. طبعا دلوقتي هنأكلهم مع بعض كده. ادي اول واحد كده كل، ناخد اللي بعديه. وبرضه مش شرط اللي احنا نأكل الزغلول كله مرة واحدة مثلا الوجبة بتاعته، لا ممكن نأكله مثلا شوية، نأكل اللي بعديه ونأكل اللي بعديه وفي الاخر نرجع لأول واحد تاني. فمش شرط اللي احنا مثلا نديله الوجبة، لازم برضه نشوف حركته، نتابع حركته حركته كويسة ثابتة ولا لأ. طب هل مثلا في حاجة مثلا مأثرة عليه؟ يعني اول 2 دول كده يعني ما شاء الله كلوا كويس، ممكن تلعب بيهم كده عادي طالما واكلين وقاعدين نفس القعدة يبقى كده تمام. طبعا الخلطة اللي انا بعملها دي معلقة سيريلاك، لو في كمان نقطة زيت كبد الحوت كل يومين. طبعا كل الكلام ده بيطلع مع مية دافية، مش مية سخنة ولا مية ساقعة، لازم تبقى مية دافية لان معدة الزغلول بتكون حساسة، فلازم نخلي بالنا من الحاجات اللي هي البسيطة دي. ممكن كمان نضيف رشة صغيرة جدا من الخميرة، بس انا بفضل رشة الخميرة من بعد اليوم السابع مثلا او اليوم الثامن، بتكون معدة الزغلول شدت شوية. ومش لازم ندخل السرنجة لاخر معدة الزغلول، لا هي على طرف بس، اهم حاجة نعدي القصبة الهوائية، لان لو دخل فيها اي اكل كده لا قدر الله ممكن يسبب وفاة الزغلول. وفي النهاية الزغاليل دي امانة في رقبتك، لو اهتميت بيها من اول لحظة هتردلك الجميل لما تكبر وتبقى قوية وتنتج وتفرحك. لو حسيت انك استفدت او حتى اتبسطت ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك، وتقولي في الكومنتات الفيديو الجاي محتاجين ايه. سلام.